يمين يسار فوق تحت بكل شيء. من فلوج لفلوج كم تاخذ تقريبا مدة؟ والله شهر يعني بالأمانة يعني شهر يعني ترى طول. أنا ترى ما أهتم بالمشاهدات. أنا صرت أهتم بالمحتوى اللي أضيفه بالقناة بس يعني مرة يعني بشوفه أنا بالنسبة لي فلوج عام للسفرة وعلى حسب السفرة اللي أروح لها. يعني زي الصين أول رحت فيها 22 يوم خرت ضاعت الكاميرا. شيء أوزمو عيب أنها صغيرة. ميزتها أنها صغيرة بس عيبها أنها صغيرة تضيع على طول والله ضاعت. أيه بس رهيبة. وأول في نيبال صورت تقريبا في الهند، بعدين رحت نيبال صورت وطلعت هليكوبتر ورحت جبل قمة فرست، ولما نزلت كذاب. دقيقة ايش طلعت فوق ولا ما طلعت فوق؟ لا مو طلعت فوق اللي قمة ايفرست مستحيل. لا مستحيل في نص الجبل يطلعك هو كذا مكان. برد صح؟ اي برد تمام بس يطلعك. والله قاعد اسال اسئله اطفال مره انا ما قد سافرت عليه. لا تمام برد بس يوصلك في منطقه فيها في فندق فوق وتجلس وقمه فرست وراك تصور تاخذ راحتك. في فنادق هنا قريبه من هذا؟ في فندق في فندق زي المنتجع فوق هناك. لا لازم انا اسافر اشوف الحياه. نسيت الكاميرا في الهليكوبتر وبعدين جابوها لي السفارة ولا ما قصر. يعني رجعت الكاميرا بعدين جبتها؟ ايه رجعت بس عيب انها طاحت من جيبي وطاحت تحت في الهليكوبتر. سوي لها ميدالية عارف والله يبغى لها هذه انها صغيرة مرة ترى مرة هذا عيبها بس انها جميلة صراحة. ترى انا كان معايا 1 و2 و3 ترى صور فيها من 1 ما كان حد يعرف هذه الكاميرا. بعدين انتشرت ترى فعلا يعني انا مرة عندي اطلاع مو طبيعي على الكاميرات والاشياء اللي بتنزل جديدة اوزمو باكيت 1 ما انتشر. ما شفتها. انا كنت اصور فيها تقريبا 21 مدري 22 مدري 19 كنت اصور فيها تخيل 1. دعيم اقسم بالله بس احسها كانت زفت. لا والله جو 4K يا حبيبي. 4K ما نختلف بس انه ما هي زي بالليل ماشي بس انها بالنهار 4K. عشان كذا الاوزمو باكيت بعدين الثانية الثالثة جات معها مايك. ورب اللي يكتب هيبة لا حط هذه الاشياء هناك. كان مالك يا عبد كم من سنة. احمد النمري جابك انت يا بزر. هذا كيف دخل هنا؟ المهم حبيبي طلوا لي سلم عليك عاد يا حبيبي. الله يوفقك يا حبيبي نورتنا والله استر عليك حبيبي. يا حبيبي اخوك فمان الله. السلام عليكم. مع السلامة. ان شاء الله تبارك الله. شو العلوم شو اخباركم شو مسوين يا لطيف؟ في واحد شفته اول وينه وين راح؟ الله يعزكم الله يرضى عليكم ما قصرت. ايوه من زمان عنه. اهلين ابو حسن حسنين. هلا يا عمري شلون طيب ان شاء الله خير. حسنين ايش فيه؟ انا في حلم ولا في حقيقة؟ ليه انا اتحلم. ايش فيك انت؟ بالله انت حسن سوي زي كذا سوي كذا والله هو والله حسنين يا اخي تصدق لي يمكن 5 سنوات ما دخلت معك يا شيخ صل على النبي. في التيك إيه ادري. بس اقول لك شيء والله انها اطلق 5 سنوات. إيه الحمد لله مدام السنين راحت الحمد لله. شو العلوم؟ علومك حسن شو مسوي؟ والله بخير الحمد لله. علومك كيف امورك؟ ان شاء الله بخير. والله بخير الحمد لله. صاير النفس يعني تفتح الصبح صح؟ والله انا في اي وقت والله صراحه. في الليل تفتح بث؟ والله في اي وقت. ها؟ في الليل تفتح بث يعني؟ في الليل افتح
بس انا بحكم يعني وضعي باي وقت يعني. كيف مو بحكم شرط وضع؟ كيف بحكم وضع؟ بحكم وضعي حاليا انا كيف؟ ادرس. ايه تدرس في مانشستر. ما شاء الله. فهمت كيف؟ إيه. خلاص يعني. الحين عندك صبح ولا ليل؟ الحين الساعة 5 عندي. 5 وش؟ الصبح 5 الفجر. ايه نفس توقيتنا رجال. احنا 6. كم عندكم؟ فرقنا ساعة يعني. هي في بريطانيا صح؟ مانشستر. انا 4:52 دقيقة. يعني فرق ساعتين. هي فرق ساعتين هي. احنا 6:52. إيه طيب وش فرق تدرس؟ ساعتين. وش تدرس؟ انجليزي. يا ابن الأجواد. ليه؟ ايش فيك؟ يا ابن الأجواد خلني بعلمك يا حسن. إيه؟ اسلم. قدم استقالتك وعود. كيف قدم استقالة؟ شبي في شركة انا شغال. خلني أعلمك. قدم استقالاتك وعود. ما لكم ما لا تغرب وتروح وش تدرس التغرب يا عمي؟ هذا هي الامور، نفس البث اللي انت جالس لا فيه بعد. نفس البث، بس انا فرق بيني وبينك انك انت تجلس مع مثلا خوياك واهلك وتتكلم عربي، ذا انا اجلس مع اصحابي هنا وانجليزي والامور طيبه يعني يستقى جانب يعني. يا جل ايش يا حبيبي، وضع تغير يا حبيبنا. خلاص خلي الواحد الى متى واحنا جالسين زي كذا يا ابوي؟ خلي الواحد اوكي بث، بكون في البث، سنابات بيكون في سنابات، محتوى بيكون في محتوى. اللهم اني ادرس انا انجليزي والامور كم سنة؟ كم سنة؟ اكيد. كم سنة؟ وش كم سنه؟ وين رايح انا جامعه؟ لا ها شو اسمه، بدرس 3 شهور حاليا. 3 شهور تعلم انجليزي صح؟ ايوه والله الدنيا تمر بسرعه والله وانا اخوك. والله صدق. والله لو تشوف امس احنا كنا اول ما نفتح بثوث في التيك توك عام 22 مدري 21. ايوه شوف كيف الدنيا راحت بسرعه. ودرينا انا صح. يعني ما فيها شيء، الامور طيبه. ادخل بس والله نصيحة اخو، نصيحة اخو إيه؟ صادق أسلم. يحبك ويقدرك. ما لك ومال الدراسة وما لك مال اعود اجلس عندنا مال هنا. الدراسه افتح تفيدني انا، تفيد. لا ما تفيدك يا رجال، تعال بس. انت مالك مال تروح تدرس هناك نعمل الاخره الحمد لله، نصلي ونصوم يا رب ونستغفر تعمل وين الاخره ما تروح حتى لو انك في غرفتك تقدر تعمل عبادتك. صح. بس انا اقول لك يعني ما ودي انك تروح هناك تتعب نفسك تفقد يعني السيطره، تروح حياتك. فقد عود السيطره. ايش وش فقد السيطره؟ تفقد السيطره يعني خلاص انت تصير اجنبي. ما لها دخل. ارحب بالمسيح والله ارحب. تربل يا الربع يا عمي انت اذا في شيء بتنصح فيه انصح فيه بالعقل. يعني مستحيل انت تقول للواحد مثلا يدرس لا تدرس، مستحيل ترى ما حد يقول هذه. يعني المفروض تكون تشجع، الله يوفقك، الله يوفقك في دراستك، الله يعني ما تدري ممكن انا يعني بتعلم اللغه الانجليزيه. طيب ما يعني ما تخيل يا اخي الشهاده هو كذا كيف شلون يذبحه. والله شوري عليك حسن والله شوري عليك ذيك تعود والله حسن يعني اسمع يعني ما تدري ممكن انا لما اتكلم لغه انجليزيه يصير داعيه، ما تدري. داعي اجنبيه. ايه ممكن في ناس كثير يعني يسلمون على يدي. ايش فيك؟ انا ما جزت لي فكره انك تطلع برا تدرس، ما جزت لي صراحه. والله لا انت في فكرة العائلة ولا صديقك انا صديق حسن صديق، بس ما لك راي بالنسبة لي يعني ما لك دخل صديق. انا ماني بصديق. خلاص سلطان خلاص انا صديقك. انا جماعة ترى سلطان ارحب. انت بنقفلوه من ثم ارحب يا السلطي، ارحب يا الداعم الكبير، ارحب. لف لك 35 اللي قاعد تدعم مين انا بعرف. ايه اسلم لازم نحقق معاك. طبعا انا بعلمك شيء. ارحب ماجد العام من ناس مختلفين. ارحب اسمعني بعلمك شيء. انت ما تبغى تكمل دراسة يعني الحين؟ ايه ما اقدر. مو شرط انجليزي، اي دراسة لك يعني ايش معك شهادة انت؟ معي
أقول لك شيء، أنا أدرس الحين. طيب وش تدرس؟ أوريك. ترى ما فيها شيء عادي. إذا معك جامعة، إذا معك دبلوم، إذا معك ثانوي، ترى ما فيها شيء. ترى العيب مو في الشهادة هيك، العيب فيك أنت إذا أنت وقفت على دراستك. لا، العيب تدري في وش؟ إيش؟ فالعيب إنه يكون معك شهادة لكنك درج، هذا هو العيب. ما هو بعيب إن معك شهادة أو ما معك شهادة، العيب إنك تاخذ شهادة وإنك دوكرة ما تفهم. تاخذ شهادة كيمياء، حاسب، الرياضيات، إنجليز، وتكون دوكرة، هذا هو العيب. بس إن الصح تدري وش؟ إن ما يكون معك شهادة ويكون عندك بعض المعلومات، هذه رقم واحد، هذا هو الصح. بس إنك تاخذ لك شهايد وما أدري وش تسوي، وآخر شيء مثل ما رحت جيتي لا هذه ولا هذه. أنا مستغل نقطة ويش؟ إن ما معي شهادة بس أكون متطفل على الرياضيات، على الكيمياء، على الفيزياء. نقول اختصرها من أول، نقول ما معي شهادة، ما فيها شيء ترى. أنا معي شهادة يا ابني. طيب ينطق من أول، ما أدري قال كلام من طيب أمه داعي. إيش شهادتك؟ طيب معي شهادة خاصة فيني، شهادتي أنا، شهادتي الله شهادتي أنا. خلاص بس خلاص يا أخي أنا إنسان لي خصوصية في الحياة، صح ولا لا؟ عادي الأمور. طيب يعني ما فيها شيء إذا أنت معك شهادة ولا معك شهادة، ترى ما هو عيب فيك ولا استنقاص. طيب أنا ما حد جاب طريق العيب، بس أنا أقول في شيء خاص لي أنا، ما أحب إني أفصح عنه. يعني تقدر ممكن تقول ممكن يعني تعلمنا عنه، ما فيها شيء. لا أنا لو سمحت أني لي خصوصية في الحياة، فأنا ماسك خصوصيتي يا ربك الحمد. ماني مثل بعض الناس اللي كل شيء يبربر فيه، لا للأسف. أنا أدخل أسولف أضحك أقفل أركب. ما له دخل. قول ما معاه شهادة ودين بزاد. يقول ما معاه شهادة وخلاص انتهينا. قر. لو سمعت يعني شيء خاص فيه، لو سمحت. تبعت خير سكورنا مرة لا. الرحب الرمز الرحب. أنا معايا والله صراحة ما بقول لك. لا صدق، ايش معك شهادة صدق؟ والله لك بكالوريوس. ومن وين؟ جامعة طيبة. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم آمين. متى أخذها؟ قبل شهرتك ولا بعد شهرات؟ كنت يعني موظف وادرس، يعني مكملها، يعني ما تركت وخدتها الحمد لله وأنا موظف. كان دوامي صباح وخليته ليل أو مساء، كنت أحضر الجامعة وارجع وداوم 8 ساعات لين ما خلصتها. ما شاء الله تبارك. فهمت كيف؟ كنت شهادة يعني لازم. إيه صح، شهادة والله مهمة. والله مهمة. شوف أقل شيء إنك تأخذه. شوف أنا أنصح أي واحد، أي شخص، أقل شيء يأخذ بكالوريوس، هذا أقل شيء. أنا ما أقول لك كمل ماجستير، كمل دكتوراه، كمل، أقل شيء تأخذه بكالوريوس، لأن تكون معك وظيفة. يعني ممكن أنا وأنت يعني ممكن دخلنا في مجال الشهرة واستمرينا والحمد لله وتوفقنا من الله، تمام. في بعضهم ممكن يجي ثانوي يقول ما أبغى أدرس، ما بكمل. لا غلط، كمل. خذ بكالوريوس، أقل شيء خذ دبلوم، هذا أقل شيء. بس أنا أشوف إنه بكالوريوس أقل شيء. فما تدري أنت ليش، لأن الحين أكثر وظائف تطلب بكالوريوس، تطلب دورات، تطلب مدري. فهمت كيف؟ فهذا الناس اللي بيتوظف واللي يبغى راتب عالي. فأنت مثلا تتوظف على ثانوي، أكيد إنك ما راح تأخذ راتب أعلى من الماخذ بكالوريوس أو ماخذ دبلوم. فما فيها شيء دراسة، كمل. أنت بتعيش حياتك، أنت حياتك بتعيشها هي بس، والسنين والأيام بتمشي. ليش ما تدرس؟ صح. ما فيها شيء، حاول. ترى أنا حفرت بالجامعة والله كم قعدت أنت؟ عدت؟ والله تقريبا 2 انفصلت أنا من الجامعة. انفصلت من عشيقتي. يصل على النبي. كيف انفصلت؟ والله انفصلت والله. كيف انفصلت؟ فصلت يا ابن انفصلت، فصلوني. شلون؟ ليش فصلوني؟ فهم فصلوني لأن جايب معدل طايح، يعطونك 3 انذارات بعدين يلا مع الباب. ورجعت بخطاب أنا للمدير الجامعة، قدمت خطاب إني سوف أشد حيله، يعني خطاب شيء، وبيض الله وجهه والله وقبلني. وقال يعني ادرس. قال لي تدرس. إيه وشوف بعلمك شيء، لأن كنت والله مهمل. هذا مني أنا.
كنت لأني ما كنت تبيهمه ما انت بيهمه. ماني يم الجامعة، ايه كنت مهمل. وزي ما تقول لما فصلوني في الجامعة كأنها قرصة إذن، فهمت كيف؟ ايه حسيت. اي تخيل مش على شمري. تخيل كنت انجليزي ايوه واعطوني 3 انذارات وذا لين ما كنت اجل كمان ترم، كنت مهمل بشكل عام. وانفصلت وكان معدلي 1.85. تمام، حلو. تخيل معايا 1.85. لما رجعت قلت له ان انا ابغى اغير تخصصي، انا بانجليزي ما اقدر اكمل ولا اقدر ارفع معدل. ورحت لمدير الجامعة ورحت للوكيل ورحت ما قدر أحد يغير التخصص حقي إلا رئيس القسم، هذا اللي في يده الحل كله. تخيل رئيس القسم لما غير لي التخصص قال لي خلاص اللي قبلني هو حق الدراسات الإسلامية، يعني نقلت أنا تخصصي من كلية الآداب الشرعية. اي راح نقلت على دراسات الإسلامية. تمام، والله بست راسه يعطيك العافية ما قصر. ايش بك انت يا واد؟ قال لي وعدني انك انت حتبيض الوجه. قلت له والله يا دكتور لا اوعدك اني حبيض الوجه. وتخيل وجلست في التخصص، معدلي كان 1.85، رفعته 3.5 درجات ما تنزل على 90. ما شاء الله تبارك. كله 95 98 99 98 94. هذا الانتقام الزين. هذا الانتقام الصح. مو بواحد يقول والله واحد قال لي كلام بروح انتقم منه، لا شوف الانتقام الصح. هذا الانتقام. إذا ايش فيك انت حبيبي انطردت؟ تدري جلست تقريبا 2 سنين المكافأة ما كنت اخذها. لما ينزل معدلك ترى يقطعون عنك المكافأة. خابرها. ايه لازم ترفع معدلك. انا ما اهتميت بالمكافأة. كانت 900 صح؟ شرعي لا 840 تقريبا ب 800 وكم ما ادري. العلمي 900 وشويه. المهم اخر سنه رسبت في القرآن. حمزه صح؟ ورب الكعبه شوف التلاوه ناجح فيها، بس الغيب الحفظ راسب فيها. وتخيل الوثيقة حقتي تعلقت لين ما انجح. رجعني كان بيرجعني سنة كاملة ادرس بس لا قرآن. المهم يا عمي يا اخي انا يعني من انا صغير كنت حافظ 8 اجزاء بس نسيته. تمام، ولما رحت للدكتور، وكان الدكتور هذا مرة رهيب معايا، اقول لك كويس مرة معايا، فما أدري ليش رسبني مع أني كنت حافظ، بس مو يعني الحمد لله أموري تمام بس راسب. وقال لي قال لي أعطاني جزء قال لي احفظه ترى بعد شهر بجي أسمع تجيني أسمع لك جزء المجادلة تقريبا. قلت له تم، وأحفظ الجزء ذا زي اسمي وجيه وأنا في الاختبارات. تخيل يعني والله كنت أحاول أجيب من هنا مرة لازم يحفظ. المهم والله وحفظت وجيته. كان وقتها أتذكر عاد أنتم في المدينة أحسن يعني اللي في يعني القرآن وأمور الدين. ليش لا أكذب؟ والله جد. لا سيب بعلمك شيء. لا شوف بعلمك شيء. حفظت وجيت الجامعة وكان عنده وقت اختبار للطلاب، وبعد ما اختبروا قال لي يلا تعال ويسمع لي يلا اقرأ من قوله تعالى من الآية كذا، واقرأ من قوله تعالى. أسألني 3 أسئلة وجاوبت. قال لي مبروك ناجح. قلت الله يبارك فيك. ما طلع. خلاص خلاص يعني بدال انه رجعني سنة سوى لي إعادة اختبار. احنا نسمي مهلة. أعطاني مهلة بعد شهر. فهمت؟ والله ما قصر. وحفظت الحمد لله وجيت واختبرت وهذا ونجحت الحمد لله. الأمور طيبة، من جد وجد ومن زرع حصد. كنت أطلع في الإذاعة سبايكي. والله كنت أطلع. والله كنت أطلع في الإذاعة في المتوسط.
وكنت كل يوم يقولون مع حكمة الصباح أنا أجي أطلع لهم من جد وجد ومن زرع حصد. أسبوع كامل أكرر. آخر يوم انضربت من مدرس قال لي يا عمي أنت تسوقها كل يوم تقول نفس الحكمة. لا هي من زرع حصد. في ثانية من زرع حصد صح؟ ورب الكعبة إني انضربت، ورب الكعبة إنه ضربني مدرس عشان كل يوم أكرر الجملة دي الحكمة دي من جد ليه؟ لأنها قصيرة ماش غير هي. واللي يطلع بالإذاعة ما يسوي تمرين الصباح، فأنا كنت شارد من تمرين الصباح. فهمت كيف؟ ايه يجلسون في الغرفة أعرفهم. ايوه لما يقول والله آخر مرة ضربني قال لي لا عاد أشوفك تطلع في الإذاعة من طلب الإعلى سهر الليالي. ومن بكرة الصباح وأنا واحد أحس إنه يعني كان كذا غير منضبط. تعرفون يجيكم قصير دب ملابسه وسخة عيونه دائم يدور هوشات. أحس هذا إحساسي أنا ما لك شغل. دب يا ليت إني دب والله نحيف يا عمي زي الملاعب. كنت إحساسي أنا يدور الهوشات دماغي والله جد. ما مستحيل ترى ما يعني ما متنت إلا دحين ولا مستحيل. لا الحين نحفان عكس قبل. نحفان بالعكس والله عكس قبل. وين عكس قبل؟ سلامات انت سك ما تشوف انت وين قبل. ترى انا اكثر سمنه ممكن وصلت 83 ترى. تحسبني الناس يحسبوني دب مره. مستحيل ترى مره الحين 83. اي والله 83 84. باقي لك عن 100 هي دوكره 30 كيلو تصل 100 تقول ماني بنحيف ماني بدب. لا احنا الرجال ترى عظامنا ثقيله. ما ادري عن عظامك انت بس احنا عظامنا ترى ثقيله يعني وزن راجل. اهدى يعني انت المعلومه دي تعرفها يعني. اهدى انا ما جبت لك ترى البنات على جنب. انا محشوم ما قلت بنات بس انت ترى على راسك سؤال ما ادري وش هو يعني سامع من غيري مالي دخل. لا يعني 83 حتى عند الرجال سمين. شوف بعلمك شيء حتى عند الرجال سمين ترى ليه يفرق. ترى العظام والطول ترى يفرق والله جدا. العظام والطول. طيب انت قصير قصير قامه انت يا اخي. احنا عظام الرجال انا هرج كنت انا طولي 172. 172 ما يعتبر اني يعتبر متوسط. ايه لازل بس اوكي بس انت يعني لازم تعرف المعلومه ذي. ترى العظم والطول يفرق. وعظمنا ترى اثقل من عظام النساء. فهمت كيف؟ يعني النساء او البنات فهمت كيف؟ فيفرق. فهم عظامهم خفيفه احنا عظامنا اثقل. اعطيك معلومه. إيه؟ البنات اذا جاء عمرهم ما بعمرهم اذا جاء وزنهم 60 دب تصير دبه 60. ما ادري صراحه. انا اعلمك عشان كذا. اي بس ما ادري والله صراحه. انا اجيب لك رابع اجيب لك ثالث. عادي تجي. خلني اجيب لك يا لا 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 يا لا 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 لا. والله اليوم الصباح شكلي. ايش رايكم نطلع الغرفه حقتنا؟ انت متى في غرفتك الحين؟ لا انا في اللوبي الحين. مانشستر هذه كبيره ولا محافظه؟ بريطانيا مانشستر. مدينه محافظه ولا مدينه؟ ايه مدينه. ليه؟ وين هي عن اكسلندا؟ ها؟ وين هي عن اكسلندا؟ اكسلندا وش اكسلندا؟ استكلندا. وين داخل استكلندا وين؟ اسكتلندا قصدك؟ سبايكي سبايكي وقف سبايكي. ولد ها؟ You're live. Yeah. You're live. Yeah, live. هاي سبايكي ماذر.
علق مسيتي بالخير يا الشقراوية، أهلين. والله اني بغيت انكبس باك، بغيت اقول ترى ذيس فامر كريزي، علمه اللغة اللي يدرسها. السلام عليكم. ترى علق، طلعت المصعد يا الربع.